انا علاقتي بربنا متدمرة. لا، مش ببالغ، علاقتي بربنا في أسوأ حالاتها. تقريبا ما بصليش، ما بفتحش مصحف من سنين، انا بعيد قوي. بس تعرف، انا بحب ربنا، بحبه جدا، عمره ما سابني ونعمه مغرقاني، وبحاول والله، بس كل ما خطي خطوة برجع قصادها 10 ومش لاقي حل. كلنا كده والله يا صديقي، كلنا كده. عارف سيدنا الامام الشافعي كان بيقول: سيروا الى الله عرج ومكاسير ولا تنتظروا الصحة فان انتظار الصحة بطالة. يعني امشي في طريق ربنا حتى لو ماشي متدغدغ، ماشي على سطر وسايب 10، بس خليك على الطريق. ما تقولش مش هرجع لربنا غير لما اتغير واعمل كل حاجة صح، علشان غالبا مش هيحصل والله، والدنيا هتاخدك وهتلاقي الوقت خلص والورقة اتسحبت. لو حاسس انك ماشي في الدنيا وان علاقتك بربنا مليانة مطبات، وان مفيش روح في العبادة، وانك مقطع في صلاتك، وكل حاجة بتفكرك بربنا بتحسسك بالملل وتقيل على نفسك، لازم تفضل ماسك في أسرار الاستمرار علشان رحمته تحوطك. ولما تقع ما جراش حاجة، قوم وكمل، وقع تاني وقوم وكمل. عارف ليه؟ علشان ربنا قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كمل في السكة حتى لو زاحف، بس على الطريق. مقصر في الصلاة، كمل رغم التقصير، لكن اوعى تقطعها. حجابك مش مظبوط، خليكي بيه وحاولي تحسني منه، لكن ما تخلعهوش. مش بتمسك مصحف بقالك كتير، اقرأ حاجة صغيرة بس داوم عليها وما تهجرهوش. افتكر دايما كلام ربنا: ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. كان أحد الصحابة يقول: إياك أن تخلع سترة العبادة وإن كانت مرقعة. يعني اوعى ترمي طوب العبادة حتى لو مقطع، ربنا شايفك وسمعك وعالم بحالك. خلي الباب بينك وبينه مفتوح دايما.